يا عسكري، يا عسكري، ايش فيك؟ ارجع. ارجع. انت عارف ايش عقوبة اللي تسويه؟ اي عارف. اسمع، انا بعد علي بالقصاص وما عندي مشكلة هذه مرة ثانية، وما بعد الموت موت. المفتاح كلبشات على السرير. مفتاح مع خويي جاي بعد 10 دقائق بالوردية الثانية. كذاب. انا ما اكذب، خلونا نتفاهم بالهداوة. فارس، دبر شيء نقطة فيه. أنا أحذركم من اللي تسوونه، تعتدون على رجل أمن في أثناء عمله. اجلس. ضبط السرير. ما احنا مسوي لك شيء. اسمع. نعم. لو سمعت نفس واحد منك برجع اقتلك، بيكون اخر شيء اسويه في حياتي. امشي. شوف انا اكلم هذا خله عندك زين. هون طلع الكاميرا، نظر هنا نظرك هنا بلاك، بعدين نظبط هذا كله. اوكي نظر انا شوف انا لازم كلام هذا كله. وين خويك عامر؟ روح
أي خوية يا طويل العمر. فارس وين القاه يا عامر؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. فارس في السجن يا طويل العمر. تستهبل يا عامر. فارس وين هرب يا عامر؟ فارس هرب؟ متى؟ اقول لك لا تستهبل. وين فارس؟ أنا ما أدري شيء عن اللي قاعد تقوله. أصلا لو كنت أعرف كان قلت لك. يعني تبي تقنعني انك ما ساعدتهم على الهرب هو وعمر؟ فارس هرب ومعه واحد؟ عامر قسم بالله لو ما تكلمت بيكون لي معك تصرف ثاني. لازم يرجع اليوم للسجن معاهم المسدس المسروق ولا هعتبرك متستر عليهم. فاهم ولا لا؟ قلت لك يا طويل العمر أنا ما أعرف شيء عن الموضوع ولا العلاقة. تقول عمر وتقول فارس، أنا ماني دخل ولا شفتهم ولا أدري عن شيء. وليش أخبي عليك؟ أنا لو أعرف شيء كان قلت لك. ماشي يا عامر، لكن قسما بالله لو اكتشفت انه لك يد في الموضوع او تعرف اي معلومه والله ما حرحمك يا عامر. وانت عارف عقوبه المتستر على مجرمين مره كبيره. واوعدك حنتقابل مره ثانيه يا عامر. مفهوم؟ الله يسامحك يا فارس، أنا وش اللي خلاني أتورط بهالسالفة؟ إشارة حمراء الحين. يعني ننط؟ لا إذا سمعنا بواري الإشارة صارت خضراء، يعني ننط من النحاش ما حد يلاحقنا ولا يدري عنا. تفهم؟ يلا. السلام عليكم عمي. ما يقدر يرد. عمي وسبني أبلغك أن فارس هرب اليوم من السجن، وأنا متأكد أنه راح يجيك. فأرجوك عمي لو جاك واتصل عليك وعرفت عنه حاجة تبلغني، لأن أنا راح أقبض عليه عاجل أم آجل. على فكرة عمي، أتمنى أنه هو اللي يسلم نفسه، وأنا رجالي معايا برا كنت جاي أفتش البيت بس ما راح أفتش. وأنا آسف جدا لإزعاجك. السلام عليكم. طبعا انتوا عارفين دوركم كويس. ابغى مراقبة مكثفة، تفتحوا عيونكم. ابغى مجموعة تراقب عند الباب الامامي ومجموعة تفضل هنا عند الباب الخلفي، ولا تنسوا اللي قلت لكم عليه. ماشي؟ بالتوفيق. انا وفريقي قاعد الباب الامامي وانتم فريقك تبدون على الباب الخلفي. اوكي؟
وين جارح؟ كيفك يا جارح؟ مقدم ناصر، خير؟ وش فيه؟ أنا قلت كل أقوالي في الادعاء العام وفي المحكمة. طيب ايش فيك متوتر كده؟ زيارتك مفاجأة، خير في شيء؟ ايوه فيه. فارس هرب من السجن. فارس هرب؟ ايوه هرب، وبيحاول يتواصل معك لسبب انا اعرفه او انت تعرفه. المطلوب اول ما يتصل عليك تبلغني فورا، فاهم يا جارح؟ فاهم. وهذا كرتي، وعلى فكرة لو ما بلغتني هعتبرك شريك معه، فاهم يا جارح؟ فاهم. تفضل. سلام. عليكم السلام. فارس والله وحلوت. أحب اللعبة الكبيرة. كنت الناصر راح أسجل رقمك، يمكن نحتاجك يوم في الأيام. فارس فارس، انت متأكد انه هو المسجد؟ اي يا ابن الحلال، هذا اللي كنا نحفظ فيه القرآن انا وعامر، كنا نصلي فيه امش بس. هلا عامر، هلا. حنا بالمسجد.
شلون؟ المقدم ناصر؟ وشلون ضرب هالسرعة؟ حول ولا قوة إلا بالله. اسمع، حنا الحين واقعين في مشكلة كبيرة، نبي شخص موثوق تعرفه عشان يفك الكلبشات اللي علينا. ايش تقول؟ كلبشات؟ أنا ما أعرف أحد يفك الكلبشات. تكفى يا عامر، قلت لك ما أعرف أحد. يا أخي روح لك أي حداد في الصناعية ولا شوف لك صرفة. اسمعني، أنا أعرف عامل اسمه عبد الجبار في الصناعية، أبى أوصف لك مكانه، بس انتبه لا تجيب طاري اسمي. المقدم ناصر مفتح عينه. اسمعني زين.
لصوص؟ شو تسوي بصوص الحين؟ شو تسوي به؟ ربي بياخذ علي مصاريف واجد. مويه وحال. لا لازم اشوف طريقة ثانية عشان ما اخسر شيء. ان شاء الله فقست. ما قلت لك انك محامي دجاج؟ احترم نفسك. احترم نفسك. وخر انا احتاج اشوي وانت عمر، وش السوات الحين؟ انا نهدى عشان نعرف نفكر زين. أول شيء أسويه أني أروح أشوف جدي وأحب على راسه. أنت أكيد انجنيت. تبي أروح لجدك؟ أكيد الدوريات والأمن كلها حول البيت، حتى ما تقدر تشوف جدك أصلا. ترى هذا كان اتفاقنا قبل يا عمر. أنا بروح عند جدي يعني بروح عند جدي، حتى لو يدخلوني السجن. أنت صاحي؟ أصلا ما يمدينا نروح هناك إلا يمسكون الشرطة حول البيت كامل، وما يمديك أصلا تشوف جدك. قسما بالله العظيم يا عمر ما أتحرك من مكاني إلا على بيت جدي. أنا بشوف جدي يعني بشوف جدي، حتى لو يموتوني عند باب البيت. أنا بروح، إذا ودك تروح الله يحييك، ما ودك خلك هنا. طيب ممكن تهدأ عشان نعرف نفكر زين؟ هذه ما يبي لها تفكير يا عمر. أنا رايح يعني رايح، تبي تيجي الله يحييك. فارس، لازم نهدأ ونفكر عشان نعرف كيف ندخل جدك ونطلع وهم ما يدرون عنا. خلاص لقيتها. وش اللي لقيتها يا عمر؟ نروح لجدك وندخل وبنطلع ولا يدرون فينا. وش ناوي تسوي؟ امشي، تحرك. اصبر. وش ناوي تسوي؟ فهمني يا عمر. ورانا مشي كثير، لازم نمشي بالخط معلمك. تكفى يا عمر، رجليني ما هي بقادرة تشيلني أبد، ما أقدر أتحرك. تكفى، شوف لنا سيارة منه ولا منه تاكسي أي شيء. تجنيت؟ نوقف سيارة نوقف تاكسي؟ أكيد يوزع صورنا الحين، وأكيد يمسكونا. ممسوكين، صح أنت؟ يا عمر ما أقدر أتحرك، ما أقدر أمشي. تكفى، شوف أي سيارة، شوف الطريق، شوف لك أي سيارة. تكفى يا عمر، تكفى. امشي وأمرنا الله، امشي. يا عمي 33 يا 21 21
شوف يا فارس،